على سكة الأسر يسير قطار مسلحي داعش هذا. مجموعتان تكفيريتان من تركمانستان وقرغيزستان باتتا في قبضة الجيش السوري. الخنوع والمذلة أصبحا عنوانا لمن أطلقوا أيديهم يوما للقتل بلا حساب. تسللت من تركيا إلى معسكرات التدريب في إدلب، وهناك شاهدت داعش يقتلون كل من يخالفهم الرأي، ويقتلون من السنة أيضا. داعش في مثلا جلاد ما في عندهم، يعني يقطع رأس، يعني رؤوس، يعني يقطع رأس. مسك من جبهة النصرة 7 أشخاص في عند دوار النعيم، قتل 7 شخص بالمسدس. هويات طلاب العلوم الشرعية المفترضين كان جواز سفرهم الفعلي إلى سوريا قبل أن يعبروا إليها عقولا مفتونة بتحريض رجال دين وسياسيين وبتسهيل وتواطؤ من الاستخبارات التركية. كنت أدرس في مصر أزهر الشريف، يعني سمعت جهاد، يعني جهاد في سوريا، يعني قام اسمه شيخ محمد حسن ومحمد مرسي رئيس مصر، يعني قال فتى يعني حل يعني علهز يعني في سوريا جهاد فرض عين يعني. إلى كمين محكم ساق الأمن السوري هذا الداعشي. فكانوا أي واحد يمسك ما بفوضوا عليه نهائيا، فورا على القتل. هلا شفتوا أنا عم يذبحوا، أحيانا نمشي بالمحافظة نشوف مثلا رؤوس مقطعة معلقة أو جثة مرمية، ما بيخلي حد يشيلها. المسيحيين كان أول شيء بده يدفعوهم الجزية، بعدين ما ضل حدا عندهم. جهاد النكاح إجا بس للمسؤولين في المحافظة، كانوا يجيبوا من العراق والمتطوعات من أهل البلد والمتطوعات اللي جايين من الخارج. الفكر الشرعي والجهادي عن جبهة النصرة وعن داعش ما في فرق. طيب فلسطين بقاموس الغنم موجودين؟ لا مو موجودين. خبير تفخيخ السيارات التركمانستاني فضحه حاسوبه الشخصي الذي يظهره وهو يستودع الانتحاريين سلامه قبل مضيهم إلى جنتهم المزعومة. عملت في تفخيخ السيارات وإرسال الانتحاريين. واحدة كانت تزن 4 أطنان فجرها انتحاري في معمل الشوكولا في حلب، وأيضا تم تفجير بلدوزر في سجن حلب المركزي. التجبر على الأبرياء بات من الماضي، تقول القيود في يد هؤلاء الدواعش. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.